السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن العطاء. هنقول طبعًا إن هو حاجة جميلة، لكن لمّا يبقى عطاء مُفرط ده اللي بيكسر جواك حاجات كتير من غير ما تحس. لمّا تفضل تدّي كل الناس وتنسى نَفْسك، لمّا تخاف تزعّل حد وتسكت أنت، لمّا تبذل مجهود كبير أوي فوق طاقتك عشان بس حد يحس إنك كويس، أو حد يقول عليك إنك قريب منه، عشان ما تحسسهوش إن أنت بعيد عنه. عايزة أقول لكم دي مش طيبة، ده استنزاف. العطاء لازم يكون ليه ميزان، مش كل حد يستحق وجودك، ومش كل موقف يستحق طاقتك. نعمل خير، بس نخلي جزء من الخير ده لنفسنا. نساعد بس ما نسمحش لحد ياخد حق مش من حقه. في ناس فاكرة ان انا كل ما ادي، كل ما اقف جنب الناس انا كده طيبة، انا كده الناس هتحبني. لا، فرق كبير قوي بين انك تدي وبين انك تستنزف نفسك وتطحن نفسك عشان غيرك. بس العطاء المفرط ده بيخلّيك إنك تدّي لدرجة إنك بتتكسر، بيبقى حق مُكتسب عليك، وتاخد بالك إن آخر واحد في قايمة اهتماماتك هو أنت، إن ما حدش بيهتم بيك. العطاء المُفرط أو العطاء اللي بزيادة ده مش طيبة. العطاء المُفرط ده بيبقى خوف، خوف من الرفض، خوف من فقدان الناس، خوف إنك تعيش لوحدك، خوف من إنك يتقال عليك إنك اتغيّرت، لإنك اتعودت تدّي. فاليوم اللي هتفوق فيه وتبطل تدي زي ما كنت بتدي هيقولوا عليك اتغيرت، ان انت بعدت. فيا اما تدي وتعطي كتير وتسامح وتسكت وتنزل من قيمتك عشان تحافظ على وجود الناس اللي حواليك، والناس دي للأسف ما تستاهلش. والأصعب من كده انك تبقى فاكر انك كل ما بتدي هيحبوك اكتر، لكن الحقيقة المؤلمة ان العطاء الزيادة ده بيخلي قيمتك عند الناس تقل، لأنهم بيتعودوا ياخدوا من غير ما يحسوا، من غير ما يحسبوا، من غير ما يفكروا حتى أنت اديت ليه، القيمة دي معناها إيه. في مرحلة معينة هنقف كده ونسأل نفسنا طب أنا مين هيديني؟ مين هيراعي قلبي؟ مين هيهتم بيا؟ أوقات هنكتشف إن طول عمرنا كنا بندي طاقتنا ووقتنا وعمرنا وكل حاجة الناس ما تستاهلش. عايزة أقول إن العطاء ده قيمته غالية جدًا وحاجة عظيمة جدًا للي يقدّرها، بس عمرك ما هتقدر تدّي من قلبك أو من مشاعرك أو من وقتك أو أي عطاء لو قلبك نَفْسه ناقص مشاعر وناقص حنيّة وناقص حُب وناقص كل المعاني الجميلة دي. عمرك ما هتقدر تسند حد لو ضهرك أنت مكسور. عمرك ما هتلاقي احترام من الناس لو أنت ما احترمتش حدودك بينك وبين الناس دي. العطاء مش إنّك تلغي نَفْسك، العطاء الحقيقي إنك تكون موجود، بس من غير ما تختفي، من غير ما تيجي على نفسك، من غير ما تجهد نفسك ولا تكسر نفسك ولا تجرح نفسك. انت مش مطالب منك تاخد دور البطولة في حياة كل الناس، انت مطالب منك تكمل دور البطولة في حياتك انت بس اللي مطالب منك تكون هيرو في حياة نفسك، تكون قادر على انك تخوض حياتك ومعركتك لوحدك بنفسك. محدش في الدنيا هيعوضك. امشوا ورا إحساسكم أو امشوا ورا الشيء اللي بيحافظ عليكم. قولوا لأ من غير خوف، اختاروا نفسكم من غير ذنب. اعرفوا إن أجمل شكل للعطاء هو اللي مش هتندم عليه روحكم، ولا يكسر ظهركم، ولا يخليكم أغراب عن نفسكم. أنا مصدقة طبعا إن كل واحد فيكم قادر يبدأ من النهاردة بداية مختلفة، بداية فيها عطاء، بس كمان فيها حدود، فيها احترام لذاته وفيها احترام لكينونته لنفسه، وفيها نفس القوة برضه اللي كان بيدي بيها زمان. في ناس هتعيش عمرها تاخد منك، مش لأنها محتاجة، لكن لأنك محطتش حدود. ومادام مفيش حدود كل اللي قدامك هيفتكر إن روحك شيء متاح، وإن طاقتك باب مفتوح، وإنك هتفضل دايما
مهما انكسرت هتديهم عشان يتعودوا منك على كده. لكن الحقيقة المرة إن الروح لما بتنزف كتير بتسكت، والقلب لما بيدي من غير ما يقف بينطفي. الإنسان اللي جواه كان شايل طاقة على كتافه وماشي بيها في لحظة واحدة هيموت وينهار. وانهيارك ده مش قوة ولا بطولة ولا علامة على طيبتك. انهيارك ده هيكون رسالة من ربنا سبحانه وتعالى بيقولك فيها رجع روحك تاني قبل ما تضيع. خد بالك من نفسك، مش لأنك أناني، لأ، لكن لأن اللي ما يحميش نفسه ما يقدرش يحمي حد. فانت لازم تبدأ من نفسك، وتعرف كويس ان العطاء الحقيقي مش في انك تدي بكمية او تدي كتير او يقولوا عليك كريم. لأ، تدي بوعي، تدي بحذر، وتقف لما تحس انك بتختفي او انك معدوم او انك مش بتتقدر. في وقت هيجي عليكم هتكلموا نفسكم وتقولوا انا ايه اللي بعمله ده؟ فين حقي؟ فين مكاني؟ فين صوتي؟ لان اللي يعرف مكان نفسه هيعرف قيمة نفسه، واللي يعرف قيمته عمره ما يخلي حد يستنزفه. خد قرار عميق، قرار يغير حياتك، انك مش هتسمح لحد ياخد من روحك اكتر من اللي تستحمله انت. انك هتدي لكن مش هتضعف، هتحب لكن مش هتدوب ولا هتموت ولا هتضيع، هتسامح لكن من غير ما تكسر نفسك. اسمح لقلبك يرجع يحس بيك. ايوه، خلي قلبك يحس بيك، خلي روحك تلمسك. لمس الروح ده حاجة كبيرة قوي، محدش يحسها ولا يعرف بيها غير اللي دقها وجربها، مش بس اللي حواليك. افتكر دايما ان اعظم العطايا من عند ربنا هو العطاء اللي بيبدأ من جواك انت، ليك انت. ادي نفسك، طبطب على نفسك، حبي نفسك قبل ما اي حد يديك او يطبطب عليك. وبكده تكون الرسالة وصلت.